الاهلي بطلا للسوبر المصري. واحد الله وصلى على النبي. هل الزمالك يستحق الفوز؟ لا، احنا ما نستحقش الفوز، بدليل ان الناس الشوط الاولاني مدعين 3-4 كور شوط، يعني الماتش خلصان من الشوط الاولاني. انت كل الظروف ضدك، انت كل الظروف مش معاك، فاحنا ما نستحقش نكسب. احنا نعالج اخطائنا. الاخ اللي اسمه زياد كمال شوفوا له شغلانه يا جدعان، شوفوا له مكان ودوه فيه. الراجل طالع زعلان يا ابني. كان الكلام ده بقى كان زمان بقى، اللي اطلع اشوح واطلع ازعق واطلع اهلل. شوفوا الراجل ده يا جدعان، رجعوه انبي اللي رئيس انبي كل شويه يطلع يقول لك انا الزمالك خد بطوله، انا عايز بطوله. على ايه يا عم وفلوس؟ ده انت المفروض تدينا فلوس. ان انت بتلعب عندنا لاعب زي ده لا عارف يغطي ولا عارف يباصي ولا عارف يقف ولا بيعمل اي حاجه. احنا حقيقي بنلعب ناقصين، عشان كده بينا الشوط الاولاني ان احنا نتغلب 5 ولا 6، الشوط الاولاني يخلص 8. فهنسيب كل ده وهنمسك في الكره الاوفسايد، هندل الناس. انا همشي معاك ان الكوره مش اوفسايد. لحظه لعب زيزو للكوره، وضعيه سيف الجزيري اوفسايد. وضعيه سيف الجزيري. انا مش هدل يا جدعان، انا مش هدل، ولا احنا عملنا حاجه ولا الاهلي عمل حاجه. الاهلي هجمات عمال يروح ويضيع، فيروح ويضيع. انا مش مشكلتي ان هم بيضيعوا، انا مش مشكلتي. وضع سيف الجزيري هنا يا جدعان، ركبه سيف الجزيري معديه ياسر ابراهيم بالكامل، فبداوا عشان يدلوا الناس جايبين لي ايد سيف الجزيري، ايد سيف الجزيري على اساس انها ركبه ياسر ابراهيم. يعني ياسر ابراهيم كل جسمه ابيض وسيف الجزيري ايده سودا، وياسر ابراهيم المكان الوحيد الاسود في جسمه هي ايده. هو احنا يا جدعان هندل الناس؟ هو احنا هنشتغل الناس؟ الحاجه الوحيده اللي معديها سيف الجزيري من ياسر ابراهيم هي ايده، والايد مش هينفع لو جبت بقى جون مش هيتحسب. الايد تعتبر في وضعيه الكوره مقطوعين، الايد مش بتنحسب. من اول هنا اللي ابدا احسب الاوفسايد ولا لا، عشان الناس تبقى بتتفرج يا جدعان وهي فاهمه، تبقى الناس بتتفرج وهي فاهمه. جوميز لاعب كولر كل الماتشات مسك عليه كوره شمال ويمين وفوق، كل مكان في الملعب كان جوميز ماسك كوره، الا النهارده الماتش الوحيد اللي ما مسكناش فيه كوره خالص. الاهلي لعب شوط واحنا لعبنا شوط، لكن هم ضيعوا اكتر. انت متخيل ان الكورتين 3 اللي عواد الله يبارك له شالنا من فضيحه فيهم، لو دخلوا يا جدعان الوضع انتهى. كانت بقت نتيجه كارثيه، كانت بقت نتيجه فضيحه. فعشان كده انا راجل بحكم بعقلي، باخد بالعقل. انا عندي مشاكل. اللي شايفكم في زياد كمال حلو يا جدعان، شايفين فيه ايه حلو عشان تلعبوه ولا تجيبوه ولا يكمل عقده؟ شيكابالا بيشوط الكرة نصفتني وخلتني العب قدام الاهلي بعد الافواج الهجمات اللي الاهلي ضاعها دي كلها. خلتني العب الاهلي ضربات جزاء. هو شيكابالا بيشوط ضربات جزاء يا جدعان؟ هو شيكابالا بيشوط ضربات جزاء عشان اخد لقطة الكاس؟ اضحي باتعاب اللعيبه دي كلها وبالجماهير دي كلها عشان اخد الصوره او اجري؟ اضحي بالناس دي كلها يا جدعان؟ شيكابالا بيشوط ضربات جزاء يا جدعان؟ شيكابالا عمرك شفته بيشوط ضربات جزاء ولا دخل لعيب يشوطها؟ بص، هي ضربه حظ وكل شيء بامر الله. هو مش مكتوب لنا، الكوره مش مكتوبه لنا ان احنا نكسب. انا راجل مؤمن وموحد بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لو مين دخل هيضيعها. لكن شيكابالا ما بيشوطش، ما احنا ما اتكلمناش على عمر جابر، ما اتكلمناش عليه وقلنا ضربات جزاء عادي يا جدعان، بتحصل ان انا اضيع النهارده وممكن احطه بكره. انما شيكابالا ما بيشوطش ضربات جزاء، فايه اللي يخليني اخلي شيكابالا يخش يشوط ضربه جزاء؟ مين اللي وافق او اختار القرار ده؟ مين اللي وافق عليه؟ احنا مش بنقل منه كوره يا جدعان. الراجل ده ما حدش
من ال10 اللي لعبوا كوره في تاريخ مصر مش هيجي حد زيهم. انما احنا هنا بنقول مين خلاه يشوط ضربات جزاء، مين خلاه يشوط ضربات جزاء. الماتش ما فيهوش فنيات. انا عن نفسي بتمنى والله العظيم ان ماتشات الاهلي والزمالك ما تتلعبش الا في مصر يا جدعان. مفيش ماتش اهلي وزمالك يتلعب بره تاني، ايا كان المغريات هي ايه، ايا كان الدنيا فيها ايه. بلدنا اولى بينا. الكاس يبقى عندنا، نسلمه بقى للاهلي، نسلمه للزمالك، نقول للكسبان مبروك، نقول للخسران هارد لك. ده اللي انا شايفه، ده اللي انا شايفه. جحا اولى بلحم تورو. كاسي يبقى عندي في بلدي، انظمه، لعبتي تبقى بتتمرن، لعبتي تبقى بتتعمل، لعبتي مش عارفه تبقى بتعمل ايه. الزمالك خسران الماتش من قبل ما يتلعب، والاهلي ملوش ذنب، عشان انا مش راجل بتاع مؤامره، انا راجل بتاع كوره في الملعب. 11 قدام 11، ماليش دعوه بقى بكل الكلام اللي بيتقال ده، ماليش دعوه. هو الراجل اللي اتخانق معاهم رئيس هيئه الاستاد الوحده ده، يعني معلش في الكلمه، يعني ما هوش نسيب محمود الخطيب ولا الراجل من بقيه عيله الاهلاويه، يعني عشان اللعيبه يتخانق معاها وندخل في مشاجره ولاعيبه تنحبس. ان لازم يكون في انضباط. احنا كمان داخلنا لازم ان اللعيبه تشيل المسؤوليه يا جدعان، لازم نحس بالمسؤوليه يا جدعان، لازم نحس ان احنا قعدنا نقول الزمالك محتاج لعيب رقم 6 يا خلق اهو، الزمالك محتاج لعيب رقم 6. النهارده حمزه المسلوسي لو اتصاب مفيش مساك بره. او لما الراجل مسك ظهره ما عندناش مساك بره. شوف القايمه كده، حتى الزناري مش بره، الزناري مصاب، اللي هو اصلا لا يصلح للعب للزمالك، مصاب. يعني احنا لو الراجل ده النهارده لا قدر الله كان اتصاب حمزه المسلوسي كنا قلعنا ملط، كان ورا مفيش. طب ليه يا جدعان؟ طب ما ندعم، عايزين 2 لعيبه رقم 6 وعايزين لعيب رقم 8 بديل لعبد الله السعيد اللي كتر الف خير الدنيا وكتر الف خيره. حته اثار بتلعب كوره يا جدعان. مبنى اتحاد الكوره بيتحرك، اقسم بالله الكوره كلها هي عنده. فانت هنطلع نقول الاهلي كسب عشان الحكم. ما هو بص، الحكم ده يعني هل الحكم ده مثلا احنا بس اللي بنتفرج على الماتش؟ اللعيبه اللي في الملعب والجماهير بس؟ يا عم ده الماتش ده بيتفرج عليه ناس بالملايين. فمعقول ان الحكم ده هيطلع نفسه بمنظر زي ده مثلا ويحكم كرة غلط او يكوس لفريق او الكلام ده يا جدعان كلام الجاهليه، كلام الجاهليه. النهارده في حكام دوليه وفي تصنيف، فممكن تلاقي مثلا ماتش في السعوديه جابوه، ممكن تلاقي ماتش في العراق جابوه يحكم. ما هو ده متاح. ما هو زي ما انت ما بتجيب حكام اسبانيه وحكام اوروبيه وحكام من بولندا وحكام مش عارفه منين، فهم برضو عادي في بلاد بسيطه في دوريات بسيطه وشفناها. شفنا مش جهاد جريشه باين ولا مش عارفه مين حكم ماتش الوداد والترجي ولا الوداد والرجاء على ما اظن، اللي اتلغى فيه ضربه الجزاء والايد. ما عادي يا جدعان، عادي. اللي ما النهارده هم كسبهم خلاص يا عم، خلاص يا باشا الموضوع انتهى. الف مبروك ليكم يا جدعان، هارد لك لينا. احنا لازم نقف نعالج الاخطاء. هم من اول دقيقه نازلين، هو بيلعب عليك بغل شويه، بيلعب علينا بغل. هو عارف النهارده ان مصيره مش في ايده. لو انغلب ممكن 5 6 لعيبه، مش بعيد 10 لعيبه مش هيبقوا موجودين في الاهلي، مش هيبقوا موجودين. ولكن الكهرباء رجعوه من هناك. فالخساره النهارده بالنسبه لهم كانت كارثيه، كارثيه بمعنى الكارثه. رحتوا يا جدعان جبتوا راجل، قلنا راجل بولندي مش هلاك كونراد، وجاي لنا صدقه ولا مش عارفه رئيس نادي مين مديهولنا سنه ببلاش. لا يا جدعان، ده مصطفى شلبي احسن منه. احنا مش هنقعد نضحك على نفسنا، انا مش هضحك على نفسي، اقسم بالله مصطفى شلبي احسن منه. اللي مش شايف كده يا جدعان لا يلبس نظاره، اقسم بعز اشتغلت الله. ده ما بيجري الخط بس يا ابني، باصي كده خش لجوه
ورينا انك بتعمل اوفر، ورينا انك بتشوت، ورينا انك مفيش يا جدعان. لا حياه لمن تنادي، اقسم بالله لا حياه لمن تنادي. فاحنا لعبنا، هم لعبهم، هم كسبهم ضربات جزاء زي ما احنا كسبنا ضربات جزاء. هو ضربات الجزاء في الكوره، ضربات الجزاء في الكوره. فالموضوع عادي، وما ناخدش الدنيا على قلبنا، وما مش عارفه مين الناس، بس ترجع الاول بالسلامه من الامارات، كان لعيبه الاهلي ولا لعيبه الزمالك، والكل حدث حديث. موضوع سهل. خسرت النهارده بطوله زي ما قلت الاهلاويه الماتش اللي فات، انت بتخسر النهارده بكره هتكسب، كمان شهر هتكسب، كمان سنه هتخسر. هي الكوره كده يا جدعان، مفيش حد بيكسب على طول، وكل يوم فيها جديد. كوره كل يوم فيها جديد. هما الناس النهارده بكل امانه، واللي يزعل يزعل، الاهلي يستحق المكسب. انا بتكلم كوره، انا مش بتكلم حاجه تانية. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنوني في ماتشات جايه كتير. اهم مباراه الاسبوع المقبل مباراه الاهلي والعين.